معنا الكابتن إبراهيم السدراني مدرب فريق الخليج. كابتن رحب فيك معنا. تشريف حضوركم، ونشكركم على وجودكم وعلى تغطيتكم المميزة في طوال مباريات برنامج شجع فريقك. واجبنا كابتن. بداية نبارك لكم التتويج بلقب شجع فريقك في صحار. تحدثنا عن القرعة، صعدتوا باي ووضعتكم في مواجهة العفيفة. أولا في البداية الله يبارك فيكم، نبارك أيضا فريق العفيفة بالتأهل لدور الثمانية، وأحيانا يعني الظروف تحكم، ومواجهة يعني بين فريقين، مواجهة أحباب ومواجهة أشقاء، وفريقين يعرفوا بعضهم بعض، وفريقين يعني كل فريق يعرف الفريق الآخر، ونتمنى التوفيق للفريقين، الفائز مبروك والخاسر هرد لك يعني. تحدثنا عن استعدادكم للبطولة، جاهزين أو؟ لا الفريق في أتم الاستعداد والجاهزية لهذه البطولة، وخاصة بعد ما فزنا ببطولة شجع فريقك بنادي صحار. استعدنا لهذه البطولة، بدأنا التحضير للبطولة مباشرة بعد التتويج، وإن شاء الله نكون رقم صعب، ونحاول بقدر الإمكان نصل إلى بأقل تقدير إلى المباراة النهائية، لكن الصعوبة تكمن في المباراة الأولى. المباراة الأولى بغاية الصعوبة، تقابل فريق وصيف المسابقة، فريق متمرس سبق أنه شارك مشاركتين في البطولة، يعرف البطولة يعني ملم بالبطولة وله علاقة بالبطولة، صديق البطولة. جدول البطولة جدا مضغوط، فاللاعبين كيف جاهزية اللاعبين للتأقلم مع جدول المباريات؟ أنا بداية قبل إجراء القرعة كنت متخوف من هذه النقطة، إني ألعب في بداية الجولة الأولى، والحمد لله أن الحظ وقف معي وطلعت باي، وأحمد الله أني طلعت باي بأمانة. يعني شفت مباراة العفيفة والسلام، وهذه رسالة أوجهها لوزارة الشؤون الرياضية، إنه ننظم بطولة يشكروا عليها لتفريغ أوقات الشباب، لكن ما بهذه الصورة، لأن هذه محتاجة لجهد بدني عالي، محتاجة، وإحنا واجبهم هم الاهتمام بالشباب من خلال صحة الشباب بأمانة. يعني شفت المباراة وشفت المجهود البدني أثر كثير في فريق السلام. الله يعينكم كابتن، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشاكرين تواجدكم معنا. نشكركم على تواجدكم، ونتمنى لكم التوفيق أيضا والتوفيق لنا بإذن الله. يعطيك العافية كابتن. أحسن. معنا الفاضل طالب البلوشي عضو مجلس إدارة فريق الخليج. كابتن نرحب فيك معنا. أهلا وسهلا فيكم بالفريق تغطية هذا التمرين عن فريق الخليج الرياضي. بداية تحدثنا عن استعدادكم وجاهزيتكم للبطولة شجع فريقك. والله بعد المباراة النهائية اللي هي على بطولة على نهائي على مستوى الولاية، الحمد لله بدأ الفريق استعداده مبكرا يعني، والحمد لله يعني بشكل يومي في تمارين، والشباب ما مقصرين، والجهاز الفني والإداري والإدارة أيضا، والاستعداد الحمد لله طيب يعني. المباراة المقبلة مع الجار فريق العفيفة، تحدثنا عن هذه المباراة. والله فريق العفيفة أيضا كما هو معروف كان العام وصيف على مستوى السلطنة، وفريق يعني مش سهل وصعب، وإن شاء الله نحن مستعدين لهم يعني، ولعبنا معهم مباراة يمكن في بطولة نحن نظمناها، والحمد لله كانت لصالحنا، ونحن مستعدين لهم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين، في النهايه الفائز نقول له مبروك والخاسر هارد. اكيد هذه كرة قدم، نحن نتقبل سواء يعني حتى لو في حالة الخسارة، هاي كرة قدم يعني، وان شاء الله نحن نكمل مسيرة الى على مستوى السلطنة ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وشاكرين تواجدكم معنا. شكرا عزيزي، وشكرا على هذه التغطية لكم يعني. معنا الكابتن عيسى البلوشي مدير فريق الخليج. كابتن رحب فيك معنا. حياكم الله، وشرف لي اطال عمركم حضوركم اليوم. يعطيك العافيه. تحدثنا عن استعداداتكم وجاهزيتكم لبطوله شجع فريقك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ابارك لاخواني وحبايبي فريق العفيفه تاهل الدور الثمانيه. بالنسبه لاستعداد فريقنا ان شاء الله تعالى على قدم وساق، ونحن جاهزين ان شاء الله تعالى على اتم الاستعداد ان شاء الله. باذن الله. العفيفه في المباراه القادمه.
والله شوف العفيفة فريق خبرة، فريق متمرس، وفريق بطل المحافظة، وان كل احترام. ولكن نحن ان شاء الله تعالى جاهزين لصوم الجار العفيفاوي ان شاء الله تعالى، وكلنا اخوه ان شاء الله اخر المطاف. والفائز نقول ان شاء الله نقول مبروك، والخاسر معليش. أكيد نتمنى نشوف مباراة تليق بمستوى الأحبة والإخوان في العفيفة والزعفران، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والله ان شاء الله تعالى، واتوقع المباراه بتكون ان شاء الله تعالى جماهيريه، وبتكون مباراه ان شاء الله جميله جدا، وسواء من فريق الخليج او فريق اخواننا في سوي العفيف. واخر المطاف كما قلت الخليج والعفيفه نبض واحد. بكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق، شاكرين تواجدك معنا. جزاكم الله خير، شكرا. يعطيك العافية. معنا الكابتن كرم البلوشي لاعب فريق الخليج سابقا. كابتن رحب فيك معنا. الله يسلمك، مشكورين على الحضور والتغطية، ونتمنى لكم التوفيق في المرات القادمة إن شاء الله. واجبنا. تحدثنا عن استعدادكم لبطولة شجع فريقك. والله الاستعداد كان قوي صراحة، والشباب ما قصروا، يعني الاستعداد المرة هذا كان مختلف عن السنوات الماضية. تعرف وجود الملعب كان من الأساسيات اللي ساعدت الفريق لتخطي الأدوار هذه والوصول إلى دورة المحافظة. مقبلين على مباراة قوية أمام فريق العفيفة، جاهزيتكم لهذه المباراة؟ والله الشباب إن شاء الله قدها المباراة هذه، وطبعا الحظوظ متساوية ونعرف هم يعرفون، يعني الحظوظ متساوية، وإن شاء الله نقول الفرص لنا أكثر. نبارك للفائز ونقول هارد لك للخاسر، بالنهاية احنا جيران. في النهاية أكيد ما في خسران، يعني في النهاية احنا جيران، والمباراة ما فيها خسران يعني. نتمنى التوفيق للفريقين. شكرا تواجدك معنا. الله يسلمك، مشكورين على الحضور والاستضافة، بارك الله فيك. واجبنا، يعطيك العافية. معنا الفاضل عبد الله الغيثي مدير فريق العفيفة. كابتن رحب فيك معنا. يا مرحبا، كيف حالكم؟ بخير. نبارك لكم الفوز في المباراة الأولى، مقبلين على مباراة أقوى ضد الخليج. تحدثنا عن استعدادكم للمباراة. أولا الله يبارك فيكم، ما قصروا الشباب المباراة الماضية، والحمد لله رب العالمين. أهم حاجة عندنا نحن الفوز وصعدنا، والحين نفكر في المباراة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين مع الخليج. الاستعداد الحمد لله رب العالمين، الشباب باذلين جهد، ما مقصرين، مدرب الجهاز الفني واللاعبين الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله مستعدين للمباراة. أمام الخليج كيف تشوف الخليج؟ والله أي فريق صاعد من الدور الأول طبعا يعتبر فريق قوي، ونحن ما نستهين بأي فريق، لكن الحمد لله رب العالمين الشباب فيهم البركة وما بيقصروا إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يعني أن نفوز يعني في المباراة بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، يعطيك العافية. جزاكم الله خير، أحسنتم ما قصرتم. مشكور. معنا الكابتن ابو سفيان اخصائي علاج فريق العفيفه. كابتن ارحب فيك معنا. مرحب بيك، اهلا بيكم دايما كده، يعني ان شاء الله نلقاكم في الفوز ونلقاكم في المحافل الطيبه باذن الله. لا تحدثنا عن جاهزيه اللاعبين للمباراه المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنتكلم ونقول مبروكين للشباب على المباراه اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله المباراه القادمه هم جاهزين ومستعدين نفسيا وبدنيا، وهو فريق بطل ومحافظ دايما على لياقته ومحافظ على هدف ان هو يكون دايما بطل. وفرقتنا يعني ما مقصره، الشباب ما يقصروا، جهاز فني ما مقصر، اداره ما مقصره، والحمد لله ان شاء الله كده نكون دايما متفوقين وجاهزين للمباراه القادمه، ونلاقي اي بطل ونلاقي اي فرقه على استعداد ليها يعني باذن الله. اكيد مقبلين على مباراه امام الخليج قويه بدنيا، محتاجه لتهيئه اللاعبين، كيف جهزتوا لاعبينكم؟ جاهزين بيهم بدنيا الحمد لله، والاستشفاء على اتم وجه،
ونفسيا اللاعبين عندهم الحماس وعندهم الرغبة في الفوز وعندهم الرغبة في المواصلة وعندهم هدف وإن شاء الله ينولوه الهدف اللي حققوه يوصلوا لأبعد مكان في البطولة يعني بإذن الله. أكيد شاكرين تواجدك معنا يعطيك العافية. بيكوا يا أهلا بيكوا تشرفونا دايما كده وإحنا رافعين الكاس بإذن الله. بإذن الله يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. أحسنت شكرا. السلام عليكم. معنا الفاضل حمد الغيثي إداري فريق العفيفة، نرحب فيك معنا. حياكم الله شباب، أهلا فيكم. بداية نبارك لكم الفوز في المباراة الأولى، قدمتوا أداء جيد مقبلين على المباراة الثانية أمام الخليج، تحدثنا عن جاهزية الفريق. توفيق من الله، الحمد لله رب العالمين. أول شيء الواحد يقول الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. الشباب ما قصروا المباراة الأولى، اجتهدوا وفازوا الحمد لله رب العالمين. فريق الخليج الحمد لله يعني مستواه طيب، والربع شباب ربعنا على هالأداء وعلى هالتمارين الطيبة، إن شاء الله بيقدرهم وإن شاء الله يتوجوا بالفوز إن شاء الله بإذن الله. مباراة قوية بين المباراة الأولى والثانية يومين، فاللاعبين تعبانين بدنيا، فكيف جاهزية اللاعبين؟ أكيد 100% هذا التعب، لكن الحمد لله يعني خبرتنا العام الماضي نقدر نتعدي هاي المرحلة إن شاء الله. خبرتنا في العام الماضي مرينا بهاي المرحلة، فإن شاء الله قادرين نمر بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، يعطيك العافية جميعا إن شاء الله. الله يوفقكم الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا الكابتن محمود المقبالي مساعد مدرب فريق العفيفة، نرحب فيك كابتن. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. بداية نبارك لكم الفوز في المباراة الأولى، مقبلين على مباراة أمام الخليج، تحدثنا عن استعداداتكم لهذه المباراة. أولا الحمد لله رب العالمين على الفوز، ثانيا الله يبارك فيك. والله الاستعدادات مثل ما تشوفوا أنتم يعني الحمد لله رب العالمين الفريق جاهز، وطبعا من مرحلة لمرحلة تزداد صعوبة بحكم الوقت يكون ضيق بين مباراة والأخرى. الصعوبة الثانية اللي نواجهها هي والله ربما دوام العسكريين، يعني أكثر من لاعب عندنا يداوموا في السلك العسكري ويجوا في يوم المباراة، فهذه الصعوبة الثانية نواجهها. الحمد لله رب العالمين. جدول البطولة كثير مضغوط، فهذا يسبب إرهاق للاعبين، كيف حضرتوا لاعبينكم؟ والله تحضير الأندية وتحضير المنتخبات يختلف عن تحضير الفرق الأهلية، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني الجهاز الفني أعد الفريق بالشكل المناسب للمباراة القادمة، وإن شاء الله الفريق في الأمام يعني. ديربي الجار أمام الخليج، تحدثنا عن المباراة. والله نكن كل احترام والتقدير لإخواننا فريق الخليج، ولكن كرة القدم ما تعرف جار ما جار، في النهاية اللي يعطي في أرضية الملعب هو اللي يستحق، والخاسر نقول له هارد لك والفائز نقول له نبارك له يعني. أكيد نبارك للفائز وهارد لك للخاسر، نتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على هذه التغطية، بارك الله فيكم. يعطيك العافية. معنا نجم فريق العفيفة الكابتن خليفة الخميس، نرحب فيك كابتن. أهلا وسهلا فيكم على هذه التغطية الجميلة. نبارك لكم الفوز في المباراة الأولى أمام السلام، قدمتوا أداء ممتاز، مقبلين على مباراة أقوى أمام الخليج، تحدثنا عن جاهزيتكم. إن شاء الله يبارك فيك. أولا الحمد لله بتوفيق من رب العالمين تمكنا من الفوز على فريق السلام، والحمد لله بدأنا بالتمرين بالأمس واليوم كملنا التمرين. الحمد لله الجهاز الفني والإداري ما مقصرين أبدا مع اللاعبين، والحمد لله إن شاء الله معزمين على الفوز في المباراة القادمة. ديربي الأخوان العفيفة والخليج، تحدثنا عن جاهزيتكم. الحمد لله مستعدين على أتم الوجه، وفريق الخليج ليس بغريب علينا، فريق الجار إن شاء الله بنكون جاهزين لهذه المباراة أحسن استعداد إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية كابتن، نتمنى لكم